لأعضاء الحكومة إثر انتهاء مهامها. وخلال هذا الحفل خاطب العاهل الكريم أعضاء الحكومة بكلمة سامية نوه فيها جلالته بالجهود التي بذلوها خلال أدائهم لواجبهم، وقال حفظه الله: لليقين أن أمثالكم المغرب باقي عنده موعد ما يضرب لكم في تاريخه، أنكم أينما كنتم وأينما وجدتم سيدات وسادة أنكم غادي تكونوا خدام لهذا البلد، أنكم في القطاع الخاص وفي القطاع العمومي سوف تمثلون نفس الروح ونفس الثبات ونفس التضحية في سبيل الصالح العام. وعلى كل حال خصكم تعرفوا أن الباب نتاعي مفتوح أمامكم، واللي هو ربما استحيا يدق على الباب نتاعي. كاين ولي العهد من جهة وكاين مناشد طويلة ربما خوه الكبير مسافر، ثم أنا موجود باش نلقاكم في وقت ما بغيتوا، نشوف مسائلكم ومشاكلكم، وإن شاء الله الجميع ما يشوف على يد الحكومة المقبلة كذلك إلا الخير وإلى الإنجازات المطمئنة. وشكرا لكم مرة أخرى وربي يعاونكم. ما ننساش السي عبد اللطيف الفيلالي، لأنه هذه السنين هو يتحمل العبء نتاع وزير الأول، والحق يقال لا مع الحكومات اللي تبعوا كان فيه روح التحمل وروح الصبر والثبات. ما يمكنليش نشكركم جماعة وفرادى بما يتوجه التنويه ديالي ليه في الخصوص، وحنا معتمدين عليه في هذه الحكومة أنه يبقى قايم كذلك وزارة الخارجية نتاعو، وكنرحبكم بكم والباب مفتوح أمامكم. بعد هذه الكلمة السامية أقام صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد حفل شاي تكريما لأعضاء الحكومة. وقد حضر هذا الحفل مستشار صاحب الجلالة.